هات لخبركن امبارح بالليل شو صار معانا الساعة 9 تقريبا. كنت مطلعة الأولاد لحتى يناموا وكنت عم بقرأ قصة لبنتي. مفطنت إنه هن الآنسة بتقلن كل يوم ثلاثة، كل يوم تنين، شو صار معاكم بالويكند؟ حبيتوا الويكند؟ شو عملتوا بالويكند؟ يعني كيف قضيتوا؟ فأنا عم بسأل مرمور إنه شو حبيتي بالويكند؟ نحن بالسبت والأحد طلعنا، رحنا ريستورانت، شفنا عالم هولنديين برات البيت، رحنا اشترينا تياب، فوتناهن على محل بيعبوا هن شوكولا بالعلبة لحالهم، عبت هي وحدة وأخوها وحدة. امبارح مثلا على الغداء عملنا صاج، نحن خبز ومعجنات على الصاج، وهي ساعدت أبوها بعمل الدوائر وبالعجين وكذا. وإجوا أهلي وكان في ناس عنا بالبيت، ويعني الأهل. أنا عم بسألها إنه أنتِ شو حبيتي أكتر شي بهالويكند لِك ونحن شو عملنا، وجبنا ألوان وعملوا رسم، رح فرجيكم مثلا. عرفتوا؟ جبنا ألوان مائية وعملوا رسم، هي رسمت هاي، أخوها رسم هاي، أنا مثلا ساعدتهم ورسمت هاي. عرفتوا؟ يعني عملنا أشياء. عم بسألها بالليل شو أكتر شي حبيتي؟ قالت لي شي ما كان يخطر على بالي أبدا، أنا أصلا نسيانته. احنا امبارح على الستة دق الجار الهولندي مع مرته، متجوزين جديد، فدقوا اجوا يجوا يعملوا لنا زيارة ونتعرف على المرة. هن هيك عندهم العادة، مرتهم مو هولندية. وانا بالفعل كنت جايبت لها ورد وكذا، يعني عاملين كتير نشاطات. بس ميرا اكتر شي ضل مأثر فيها انه اجوا عالم زارونا. احنا هون لانه ما عنا حدا يجي يزورنا، يعني تعودت هي على البابا والماما او التيتا والجدو. كان أكتر شي حلو معلق براسها إنه هي عملته بالويكند، أو صار معانا بالويكند، إنه إجا الجار والجارة زارونا، مع إنه هن هولنديين. وميرا يعني ما أخذت معاهم بالحكي ولا حكوا، يعني نحن كنا مستلمين الحديث الكبار وعم نحكي على التلفزيون وعلى المدري شو. عرفتوا كيف؟ يعني بس هي حتى لو ما شاركت بالحديث انبسطت إنه إجوا ناس زارونا. أنا طولت الفيديو عليكم بس لحتى أقولكم إنه معقول كمان نفسية الطفل بتتأثر بالوحدة مثل نفسية الأهل؟ يعني شايفين نفسية الأهل؟ شايفين ولا مو شايفين؟ أكيد شايفين. فكان أحلى شي صار بهذا الويكند إنه إجوا هدول العالم زارونا. انتوا هيك بتعانوا ولا لا؟ يعني انتوا لحالكم ولا لا؟ تعبتوا من الوحدة ولا لا؟ أنا كتير تعبت.